إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين. في مستنبطات أهل الصفوة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وفضله على إخوانه عليهم السلام من كتاب الله عز وجل من طريق الفهم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين. وقال أيضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فابتداء بذكر الغفران قبل الذنب. ابتداء ولا ابتدأ؟ ابتداء. طيب المقصود ابتدأ بذكر المغفرة ليغفر الله لك. ابتدأ بذكر المغفرة قبل ذكر الذنب. فابتدأ بذكر الغفران قبل الذنب وغفر له الذنب قبل أن يذنب وقبل العتب. نعم. وقال أيضا معنى آخر إن جميع ما أعطى الأنبياء عليهم السلام من الكرامات قد أعطى مثله محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وزاد له عليهم مثل انشقاق القمر ونبع الماء من الأصابع والمعراج وغير ذلك. ليش عبر عن المعجزات والكرامات؟ سيدي ليش عبر عن المعجزات والكرامات؟ المتقدمين في منهم بيعبروا هيك يعني. شو قال هو؟ إن جميع ما أعطى الأنبياء عليهم السلام من الكرامات نعم قد أعطى مثله يعني استعمال لغوي هذا من باب الإكرام الذي أكرمهم الله به بخرق العادات يعني، ولا هي معجزات طالما أنه نبي فإذا خلقت له العادة هذا الخلق معجزة. ثم ذكر الأنبياء وذكر ما استخصهم به وأضاف إلى إبراهيم عليه السلام الخلة وإلى موسى عليه السلام الكلام وإلى سليمان وكلم الله موسى تكليما. وهي نعم وإلى سليمان عليه السلام الملك وإلى أيوب عليه السلام الصبر. ولم يضف إلى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أعطاه من الكرامات فقال لعمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه الأوصاف التي أسبغها على الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليه الصلاة والسلام كلها في كفة، وقول الله تبارك وتعالى له لعمرك هي بتكفي. أن يقسم الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم به وبعمره فهذا ميزة لا تلحق بها أي ميزة أخرى. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. ولم يذكر لنبيه عليه الصلاة والسلام شيئا غيره. فلما أسبه بذلك تفضل. الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل؟ لا هو لا مو خاصة، ولكن هو يعني عم يميز بين خطاب الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين كيف كان هذا خليل الله وهذا ميزه بالصبر وهذا كليم الله وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بس قال له لعمرك، يعني خاطبه بالخطاب له صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي ذكرها فقط هذا. وإلا يعني قبل ما يقول ما رميت إذ رميت قبل قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وهذه الآية يستدل بها
على خلق أفعال العباد، أنه على وجه الحقيقة مو أنت اللي رميت، الله يرمى، مو أنت اللي قتلتوا مشركي بدر، الله اللي قتلهم، وهكذا. وكل أعمالنا بالأصل هي من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما أدبه بذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل وبك أحاول. شوف الأدب هذا بعد تعليم الله له صار يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. يعني مو أنا بقوتي ولا بحولي ولا بطولي ولا بإمكانياتي، ولا اللهم بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. أبدا. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. وسئل الشربي رحمه الله عن معنى قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال: لو اطلعت على الكل مما سوانا لوليت منهم فرارا إلينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، هذا من الإشارة. وقالوا في معنى على الكل مما سوانا. يعني لو شو أول آية؟ لو اطلعت عليهم. تفسير إشاري، يعني ما بده يرد الضمير إلى أهل الكهف، بده يرد الضمير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو اطلعت موجه هذا الخطاب للنبي الله عليه وسلم، إنه لو اطلعت عليهم يعني على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لوليت منهم فرارا إلينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله يرضى عنا الشكر إن شاء الله. وقالوا في معنى قوله وفعلا لو الواحد بيطلع على حقيقة الخلق ويعرف ربه سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الخلق نهائيا، بالعكس لا يأنس بهم ويستوحش من الخليقة كلها ولا يأنس إلا بالله سبحانه وتعالى. سيدنا هو الواو نعرف أنه لا يقتضي الترتيب، ولكن هو الإنسان أول شيء يمتلئ رعبا ثم يهرب، ولا يهرب بعدين يمتلئ رعبا؟ سؤال الآية: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لا، أول شيء يصيب الرعب فيفر، ولكن أن يملأ الرعب قلبه بيكون خلال فراره. يعني أول شيء فر؟ لا، أول شيء أصابه شيء من الرهبة فر، خلال فراره امتلأ رعب. نعم. والله أعلم. وقالوا في معنى قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إنه لو أسري بروحه كما قال المخالفون لم يقل أسرى بعبده، لأن اسم العبد لا يقع إلا على الروح والجسد. وقيل أيضا في معنى قوله: وكان فضل الله عليك عظيما، يعني باجتبائك واصطفائك، لأن النبوة والرسالة لم تقسم على الجزاء والاستحقاق، ولو كانت من جهة الجزاء والاستحقاق لما فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، لأنهم أكثر أعمالا وأطول أعمارا. وقالوا في معنى قوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنه خاطبه بأتم الخطاب وأخص الفضيلة، إذ قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلى الله وقال عليه وسلم: لغيره: اصبروا وصابروا. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طالبهم بالصبر على المعاوضة، وطالب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالصبر مع المراقبة. فإنك بأعيننا. وقال في موضع آخر: واصبر وما صبرك إلا بالله، لأنه عليه الصلاة والسلام أجل عنده من أن يطالبه بمعاملة يقتضى عليها معاوضة، لأن محله صلى الله عليه وسلم محل الاختصاص. جميل. يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الخلق كلهم بيصبر بياخذ أجر وافي، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شو بيسوى الحسنات والثواب والجنة والدنيا والآخرة ما تساوي أمام هذه الآية الكريمة: فإنك بأعيننا.
فهذا طرف من المستنبطات التي للقوم من القرآن ومعنى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. في يعني في كتب مؤلفة عند العلماء رضي الله عنهم، كتب الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني شبيهة بالشمائل، ولكن تعتمد ما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء وعن سائر الخلق أجمعين. من أهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الخصائص الكبرى للإمام السيوطي مجلدين كبار. نعم. شيخي ألا تشبه قول الله تعالى لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني؟ نعم، ولكن شوف ممتاز جدا، ولكن شوف الفرق أنت، ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. نعم. خلاص، شو بعده؟ باب في مستنبطات في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على إخوانه عليهم السلام من الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك من الآيات، اشتغل في الآيات، فأنا بشتغل في الأحاديث إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما. تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى سراجا